ساندوتش همبكة روعة الروعة. جبت صدور فراخ وتبلته فلفل اسود وملح على حسب الرغبة والزيت وقلبته ودخلته تلاجة لمدة 10 دقايق، وجبت قرن فلفل رومي قسمته على نصين وتلات فصوص من التوم وقطعته سلايز وطماطماية واستخدمت القشرة الخارجية ما استخدمتش قلبها. وبعد كده جبت عندي بيضاية مسلوقة وقسمتها على نصين. جبت الزبدة سويت الفراخ زي نظام الجريل، وجبت بعد كده الخضار واديته صدمة على الفاير. وبعد كده جبت البيض وبعد كده نزلت عليه بهزة بسيطة مع ملح وفلفل على ظهر البيض. جبت التوست ونزلت بصوص شيدر، وبعد كده حطيت الخضار كله مرة واحدة، وبعد كده الفراخ وبعد كده البيض وبعد كده صوص الشيدر، وقفلته بعد كده بالتوست التاني وقلبته على الناحيتين لحد ما يديني صوت القرمشة اللي انا عايزه. وده الشكل اللي طلع معايا. بصراحة كان طعمه خطير وكان اخطر لما اديته المايونيز والكاتشب. بصراحة اتمنى انتوا تجربوه. بصراحة كمان اكتر ما عرفتش ان انا اكله ازاي. اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسوش تدعموني على قناة يوتيوب رامي سعد محجوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.